السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة، يا رب تكونوا بخير. بما إني لسه راجع فهبدأ لكم بحلقة صغيرة لطيفة، هتكون عبارة عن شوية نصايح تفيدك في تمرينك. أول حاجة، حافظ على المية بتاعتك قبل التمرين وفي التمرين. دايما بنقول في التمرين ما يمنعش إنك ممكن تحافظ من نص لتر للتر قبل التمرين، هيفيدك جدا في تمرينك. تاني حاجة، حافظ على وجبة قبل التمرين، وجبة من ساعة ونص لساعتين، وحاول تركز في الوجبة دي بقدر اكبر على الكربوهيدرات. الوجبه دي لازم يكون فيها شوفان، بطاطس، رز، كل ده فيه مصدر طاقه وكربوهيدرات كويس وعالي جدا، هيساعدك جدا في التمرين انك تكمل تمرينك ويبقى فيه طاقه تتمرن. ثالث حاجه عايزك تحافظ عليها في تمرينك، انك الاسترتشات والاحماء. ما ينفعش ان انت تيجي تقلع الجاكيت تخش تتمرن على طول. بشوفها قدام عيني ناس بتخش تحط الجاكيت تخش تطلع تخش على الجهاز من غير ما تسخن، من غير ما تعمل استرتشات ولا اطاله ولا الكلام ده كله. التسخين والاسترتشات والاطالات بتحميك لا قدر الله من الاصابات، بتسخن العضله والجسم، بتخليك قادر انك زي ما بنقول كده بتخش في مود اللعب. انت دلوقتي ما ينفع انت النهارده بتيجي بتشيل 30 40 في الجهاز في البار البنش، ما ينفعش ان انت تيجي تقلع تخش تبدا تمرين على طول. حط لنفسك اهداف. هو انا بصيت لك عشان تكمل؟ ما انا عارف دي. حط لنفسك اهداف في التمرين، ما تروحش وخلاص، بس اهداف معقوله، اهداف متوقع ان احنا نوصل لها. زي مثلا عايز تكبر حجم الدراع سنتي في خلال كذا، عايز مثلا تشيل وزن معين على البار البنش، عايز تشيل وزن معين في جهاز. حط لنفسك اهداف، او انك توصل لوزن معين. انت دلوقتي 65 كيلو حابب توصل لل70، حط لنفسك هدف في خلال شهرين، في خلال شهرين ونص، بس اهداف متوقعه عشان ما تروحش وتيجي على الفاضي وما تحسش انك ما بتعملش حاجه. وقت الراحه في التمرين لازم يبقى معقول بين المجاميع. ما ينفعش في المجموعه، بين المجموعه ومجموعه الاقيك قاعد بتتكلم مع صاحبك او مع زميلك او مع اللي قاعد جنبك من دقيقتين ل3 4 5 دقايق انت بريت. بالاخص ان احنا في الشتاء، فلازم تحافظ على سخونه جسمك وسخونه عضلاتك علشان لا قدر الله ما يحصلكش حاجه وتفضل في مود التمرين. ما تخشليش ساعتين ونص في التمرين، ما ينفعش. اخر حاجه هتكلم عنها حاول تحافظ عليها لان دي هتفيدك في حياتك وفي تمرينك جدا، النوم. حاول تحافظ على نومك من 7 ل 8 ساعات في وقت كويس. حاول تنام بالليل. طب انا دلوقتي بخلص 2 ونص، انا نفسي بخلص الساعه 2، ما بروحش انام بدري على طول. اعمل ايه؟ حاول تظبط لك ان شاء الله يا رب يوم او 2 في الاسبوع، بيفرق معاك جدا. يعني انت عندك يوم اجازتك، اليوم ده لازم تنام بدري، نام 9 10 11 بالليل بالكتير قوي، ويوم تاني غير فيه شيفتك انزل فيه صبح. لازم تحافظ على نومك. انا كده خلصت، يا رب تكونوا استفدتم. اشوفكم في حلقه جديده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.